السلام عليكم مشاهدين، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحة جيدة ان شاء الله يا رب. يوم جديد ووصفة جديدة ان شاء الله. اليوم غادي ندير معكم واحد العصير منعش ديال البربة، والبربة والحامض كيجي غزال ومنعش ولذيذ وعامر بالفيتامينات. كنعرفوا البربة فيها فيتامينات كثيره ما شاء الله. الناس اللي عندهم لانيمي ولا عندهم نقص في الحديد راه مزيانه البربه ليهم، ومني كنساجموها مع الحامض يعني كيمشي الحديد ديريكت يعني لبلاصتو كنستافدوا منه. يعني هنا عندنا في المقادير، عندي الباربه اللي قطعتها طريفات ودرتها تسلق، وداك الماء ديالها خليته مرميتوش لان داك الماء ديالها فيها الماء ديالها تيكون عامر بالفيتامينات ديالها وعامر بكل شيء مزيان. ما عمرنا ما نرميو الماء ديال الباربه البنات. المهم هذه نصيحه لان الماء ديال الباربه فيه مواد كثيره زوينه مزيانه للناس اللي فيهم فقر الدم، الناس اللي كيعانيو من الانيمي يشدوه هكاك هذاك الماء ويصفيوه اللي يكون فيه شي حاجه من التحت ولا شي حاجه، وهذا ويديروا فيه عصروا فيه واحد العصره ديال الحامض ويشربوه هكا. يشربوا كاس مثلا في الصباح وكاس في العشيه، راه مخير والله الا راه ديروه في بلاصه الدواء ديال الانيمي ولا فقر الدم، راه غزال بزاف. المهم ما ترميوش، استافدوا منه كما الماء ديال العدس. الماء ديال العدس انا كنعطيكم هاد النصائح هادو البنات. عارفه كاين النساء عارفين هذا الشيء هذا، وكاين النساء اللي ما عارفينش. لما لا ما نقولوش لهم هذا الشيء اللي كنعرفوا. هذا الشيء في سبيل الله. المهم اللي كيعرف شي حاجه يقولها لخوتو، راه حنا كلنا اخوت ومسلمين الحمد لله، خاص شي يعاون شي وشي يقول شي باش نوصلوا كاملين ان شاء الله. المهم كما قلت لكم حتى الماء ديال العدس انايا ما كنرميهش، لان بعض المرات ما سميتو كنسلق العدس وكنبغي نديرو انسالاد ولا كنبغي نديرو بواحد الطريقه اخرى وكيبقى ليا الماء ما كنرميش ديال العدس. يعني كنخلي داك الماء ديال العدس سميتو نعصر عليه الحامض عاود. ضروري الحامض مع سميتو مع العدس مع بزاف ديال الحوايج، مع الخضر، مع اي حاجه الا بغيتو يتفيكس عليكم الحديد في الجسم ديالكم. المهم هذه من جهه. المهم كديروا الحامض وكتشربوا داك الماء ديال العدس، ما ترميوش نهائيا. المهم غادي ندوزو لاغوسيت ديالنا ولا الوصفه ديالنا ان شاء الله. عندي حامضه هنايا كامله يعني النص قطعته حيت منه كاع داك العظيمات ديالو، وقطعته حيت منه حتى القشره، وحيت القشره البيضاء كلها، وقطعته طريفات صغارين. وواحد الربع ديال الحامض عصرته، وواحد الربع غادي نحيد منه العظيمات وغنخليه بالقشره ديالو، وغادي هذا ونقطعو طريفات باش غادي يعطيني ديك النسمه ديال الحامض اللي كتكون غزاله بزاف وكتجي لذيذه ومنعشه وكتجي يعني زوينه بزاف بزاف بزاف. المهم البنات هاد العصير هذا راه كيجي غزال ومنعش، ويعني في هذا الصهد هذا راه ما كينفع معاه يعني غير الماء والعصائر بحال هكا يكونوا باردين يكونوا طبيعيين في المنزل. يعني داكشي ديال الشريان وداكشي من الاحسن تفاداوه البنات، لانه راه كتعرفوا البنات كلشي يعني حتى حاجه ما بقات طبيعيه. يعني من الاحسن ديروا كلشي طبيعي في الدار ديالكم ولوليداتكم باش يعني ما يتصابوش بامراض في المستقبل. المهم هنا درت الحامض من التحت ودرت البربه حتى هي. والبربه البنات غير واحد نصيحه، البربه منين طيبتها راني ما طيبتهاش 100%، طيبتها غير نص طيبه وخليتها حتى بردات تماما، عاد غادي نستعملها في هاد لاغوسيط. المهم رميت الحامض كامل على اشكاله. المهم راكم شفتوا، وزدت عليه 2 معالق ديال السكر الاسمر فقط، لان عندي البربه حتى هي كتكون حلوه. المهم البنات هذا العصير هذا ما جانيش حلو نيت بزاف، ولكن انا بغيت نستافد من يعني من الفيتامينات ومن هذاك الشيء، وما بغيتش نخسرو بالسكر بزاف. المهم البنات اللي كيحب السكر بزاف يزيد السكر، يزيد يضاعف يعني السكر حتى يحصل على المذاق اللي بغا هو ديال الحلاوه. المهم انا ما كثرش
باش يجيني عصير يعني صحي، ويجيني منعش، ويجيني يعني غزال. المهم هنايا كنطحنو جيدا في الاول العناصر، كنخويو غير واحد الكميه ديال الماء بارد بزاف، كديرها في الثلج، وعقب تحيدتو من الثلج ضروري يكون بارد بزاف البنات، لان كتعرفوا هاد الحراره هادي راه بالزربه كتسخن لكم الحوايج. مره كنبداو نزيدو الماء كل شويه شويه. ملي كنطحنو كنبداو نزيدو الماء حتى كنعمرو الكاس كامل ديال ديال الكاس ديال الطحان الكهربائي، وصافي، ونعطيوه الطحين مزيان باش دوك القشور ديال الحامض كيطحنوا مزيان. وهنا هاد العصير هذا البنات رانا ما غاديش نصفيه ولا حتى شي حاجه، لان الا صفيتوها البنات راه داك يعني دوك الالياف اللي كيكونوا في الحامض وكيكونوا في البربه وداك الشيء راه كله كيضيع، يعني ما كنستافدوش حنا من الالياف، والالياف حنا محتاجينهم الجسم ديالنا. يعني مهمين بزاف، كيحيدوا لينا الدهون من الجسم ديالنا. المهم انايا كنقول لكم هذا الشيء غير المعلومات اللي كنعرف، داكشي اللي عرفني الله، داكشي بكل تواضع يعني كنقولوا لكم وصافي. هادشي اللي كاين. المهم من بعد ما وجد ليا العصير كما كتشوفوا راه كيجي غزال، زدنا ديك التفاحه كما شفتوا، راه ديك التفاحه راه ما يعني ما حلواش بزاف، راه حامضه شويه، حتى هي فيها الحموضه كتجي غزاله مع هذا العصير هذا. وغادي نزيد حتى الثلج لان الحل طايب. قلتوا لي في المغرب البارح راه كاين حال سخون بزاف. اي والله يحسن عوانكم، الله يجعل بمغفرة الذنوب. هادشي اللي كاين والله الا كلشي مكتب الله. المهم هنا الثلج ضروري خاصكم ديروه، الا عندكم دوك المكعبات ديال الثلج ديروه. انا مارت كانت تهرس ليا وشديت انا غير واحد القرعه د الماء وثلجتها مزيان، ومن بعد بديت كنخبط فيها مزيان حتى تفرتت. وانا نديروه في واحد البلاستيكه غذائي، بلاستيك غذائي، وانا نديرو في الفريغو. فين ما كنبغي ندير شي عصير ولا شي حاجه كنستعمل هذا الثلج. هذا فكره جميله باش تبقاو ديروا الثلج في يعني في العصير ديالكم ولا في الماء ولا في اللي بغيتو. المهم العصير ديالنا وجد كما كتشوفوا، كيجي منعش وكيجي لذيذ من فوق من هذا الشيء هذا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش اختكم من ورا من اللايك ومن تعليق زوين بحالكم وبحال وجوهكم الزوينه. واخا ما عمري ما شفتكم رانا كنحبكم. المهم وما تنساونيش من البارطاج وصافي. هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى ما يعجبكم وتطبقوه في البيوت ديالكم لوليداتكم والعائلاتكم. وبسلام عليكم الى وصفه قادمه ان شاء الله.